انا شخص سعيد مش عايزه اطبخ لابني اكل خالي من الجلوتين، ومش عايزه ان احنا نطلب اكل من بره. ابني عنده 17 سنه، روح للدكتور وقال ان هو عنده حساسيه ضد القمح. تمام. من بعد ما اكتشفنا المشكله دي، قعدت انا وهو دخلنا على ريسيرش مود، فتحنا اللابتوبس انا وابني وبدانا نعمل ريسيرش على ايه هو جلوتين فري ميلز، وان ازاي اطبخ حاجات ما فيهاش قوي قمح، وايه الالترناتيفز للقمح وهكذا. وفعلا بدات اروح سعودي وادور على حاجات الترناتيفز، حاجات كتيره 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 كتيره، لحد ما بدأنا نتست، بدأنا ان احنا فعلا نقعد في البيت نعمل حاجات alternatives ونتعب كتير قوي، وهو يجرب ياكل ويشوف لو بطنه توجعه ولا لا، لو هيحصل رياكشن ولا لا، هكذا. المهم فضلت كده اتعب كتير قوي قوي قوي، وهو ما كانش بيتحسن، كان كل شويه بطنه توجعه وبطنه تقلب ويجيله الحساسيه دي، لحد ما اكتشفت ان هو بيروح لصاحبه كل يوم او يومين وبيطلبوا ماكدونالدز وبياكلوا اكل مليان قمح ومليان جلوتين. واكتشفت ان هو في المدرسه برضو بياكل حاجات مليانه قمح. تمام. فانا كلمت المدرسه وقلت لها، قلت للمدرسه ان الدكتور قايل ان هو دلوقتي في ميديوم ريسك، ان هو ممكن الموضوع يبقى خطير قوي قوي قوي، ان هو ممكن يضطر يعمل عمليه والموضوع ممكن يوقف له التنفس، حساسيه تكبر قوي، فان المدرسه تمنع ان هو ياكل حاجه فيها قمح. المدرسه ردت عليه قالت له والله احنا بنوفر في الاكل بتاعنا حاجات ما فيهاش قمح، فان ابن حضرتك بيقرر ان هو ياكل حاجه ليها قمح دي مشكلته بالظبط، هو المفروض ان هو كبير ان هو يختار حاجه ما فيهاش قمح. هو مش هينفع يمسكوه، يعني مش هينفع، واحنا مش هنعرف نمسكه. فضلت احاول معاه واقول له يا ابني هتعيا هكذا، لحد ما جينا في مره واحنا بناكل احنا كلنا وباي ذا واي احنا مش عيله غنيه قوي، وان احنا نعمل الالترناتيفز دي خلت سعر الوجبه بالدبل، حاجات بقت اغلى بكتير قوي 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 قوي، لحد ما في مره لقيته ان هو جه اتغدينا كلنا مع بعض كعيله، لقيت ان هو مخبي اكل تحت الترابيزه وقاعد بياكله عشان مش حابب الاكل الالترناتيفز، هو بيتعب. فانا اخدت قرار ان انا مش هعمل حاجات الالترناتيفز وهطبخ اكل عادي وهو يتفرق. هل انا غلطانه ولا لا؟